السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشروع اللي قدامنا ده حاليا اللي احنا شايفينه في الصورة قدامنا ده من أكبر المشروعات اللي أنا عملتها، ومن أكبر المشروعات اللي موجودة في مصر بالنظام التكاملي اللي هو الزراعة بمية السماء. البداية كانت مع المهندس أحمد المنيري اللي هو رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات المنيري القابضة، وهو من أكبر المستثمرين في مجال زراعة الزيتون. هو ابتدت اللقاء كان بينه وبينه اجتماع. هو اتشرفت إن أنا قعدت معاه، وكان طلبه إن هو عايز يزرع الأشجار اللي احنا شايفينها دي قدامنا دلوقتي في المزرعة بتاعته على مية السمك، علشان تبقى الزراعة عنده أورجانيك، لأن هو بيهتم جدا بالزراعة الأورجانيك وخاصة الزيتون. وده اللي هو بيصدره بره على هيئة منتجات، سواء إذا كانت زيت زيتون أو مخلل أو أيا كان المنتجات اللي هو بيصدرها بره، وهو نجح في كده الحمد لله. البداية طيب، بعد ما عملنا زيارة للمزرعة كان في تحدي كبير قدامنا، لأن المفروض احنا لما نيجي نعمل مزارع بنحفر في الأرض ونعمل المزرعة بتاعتنا والمباني بتاعتنا بحيث إن يبقى مدعومة من كل الأجنبي. لكن هنا كانت الأرض ثابتة على بعد حوالي 40 50 سنتي، وكانت الأرض صلبة بعد كده خالص. المهم كان في تحدي جامد ليا، والحمد لله كنت قد التحدي وقبلته، وابتدينا نعمل المزرعة على مساحة حوالي 5000 متر مربع. عملنا 6 أحواض. الحوض الواحد كان العرض بتاعه 8 متر، فيه طول 64 متر، في ارتفاع من دخول المية حوالي 160 سنتي، وعنده خروج المية كان الارتفاع حوالي 2 متر و10 سنتي. كان إجمالي مكعب المية في كل حوض فيهم حوالي 600 متر مكعب، وده كان طبعا رقم ضخم جدا على حوض زي كده. وده كان فعلا تحدي، الحمد لله نجح. وعملنا 6 أحواض، وعملنا لهم جنبهم كمان حوض تجميل للمية دي كلها، بحيث إن هو يستوعب حوالي 1800 متر مكعب مية. هو عنده المزرعة فيها طبعا عدة آبار، كل بير مسؤول عن حوالي 100 فدان. عملنا أول سكيل اللي احنا شايفينه ده على المساحة ديت اللي هو يخدم حوالي 100 فدان. وكان المفترض طبعا ان هو انتاج المزرعة دي، يعني كان ما شاء الله طبعا كان انتاج ممتاز جدا. ان الحوض الواحد كان عندي بينتج من 6 طن ل 18 طن، بحيث ان يبقى اجمالي انتاج المزرعة دي حوالي 200 طن سمك بلطي سنوي. المزرعة دي موجودة طبعا في وادي النطرون، المزرعة طبعا ضخمة جدا ومشهورة هناك، موجودة على الطريق بتاع قرى سقيا الماء جنب شركة الوطنية. آه، كل اللي بيعدي من هناك من قدام المزرعة دي بيلاحظ ما شاء الله يعني مجموع خضري ممتاز جدا. والمزرعة دي ملفتة للنظر جدا لكل اللي بيعدي من هناك. أي حد جنب المنطقة ديت يعني أنصحه إن هو يشوفها ويتفرج عليها ويستفيد من السيستم بتاعها. واي حد حابب ان احنا نعمل له نفس السيستم ونفس المزرعه دي، انا تحت امره طبعا. المزرعه دي بالكامل من تصميمي ومن اشرافي على التنفيذ. ساعدني كتير جدا طبعا المهندس احمد المنيري، والستاف اللي كان موجود معاه كانوا ممتازين جدا معايا بصراحه يعني. ساعدوني كتير قوي قوي. البنايين، مجموعه البنايين اللي احب اشكرهم اللي هم كانوا جايين كلهم من اسوان، لا كان طقم ممتاز جدا معايا، وكان يعني اي حاجه اي ملاحظات كنا بنتبادل الخبره فيها. وكانوا الحمد لله ممتازين جدا معايا لحد ما طلعنا الصرح الضخم دوت. اللي احنا شايفينه يعني حاجه الواحد فعلا يمتن لها. وحد يعني انا فخور جدا ان انا عملت المزرعة ديت، وإن أنا تعاونت مع المجموعة ديت. تحياتي لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.